السلام عليكم. اهلا بكم من جديد. انا هبه مجيدي، صيدلي اكلينيكي، ودي قناتي الرسميه هنشرح فيها كل ما يخص الصيدله الاكلينيكيه خطوه بخطوه من البدايه لحد الاحتراف. اشترك في القناه عشان تتابعني اول باول، ويلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل النهارده الجزء الكلينيكال انترفنشن والميديكيشن ايرور اللي احنا ابتديناها المره اللي فاتت. ريفايز سريع على الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، وقلنا ان احنا ككلينيكال فارماسيست الجوب ديسكريبشن بتاعه ان احنا بنعمل كولكشن للداتا، اسسمنت للداتا اللي انا عملتها كولكشن، بحط الفارماسيوتيكال كير بلان بتاعتي، بعمل امبلمنتيشن ليها بان انا اعمل الكلينيكال انترفنشن، وان انا هدسكس الكلينيكال انترفنشن بتاعتي مع الفيزيشن. تمام. ما بحطش الفارماسيوتيكال كير بلان لوحدي، ولكن ان انا كوبريت مع الاذر هيلث كير بروفيشنالز مع البيشنت كمان. تمام. ما بيكونش ان انا ديسيشن ليا لوحدي. بعد كده ان انا بعد ما بعمل امبلمنتيشن ان انا المفروض ان انا بعمل مونيتورنج للبيشنت، مونيتورنج لادراك، وبعد كده ان انا بعمل ايفالويشن للبلان اللي انا شاركت ان انا احط فيها. المره اللي فاتت لما جينا قلنا البراكتيكال ستيبس، وقلنا البيشنت فايل ريفيو، وعملنا بقى كولكشن للداتا، وقلنا ان احنا ما نستهونش باي داتا خاصه بالبيشنت، سواء كان هو يقولها سواء كنت ان انا اسمعها من الفيزيشن. وشوفنا كل داتا ان انا ازاي ان انا اجمعها علشان خاطر ان انا اعمل لها اسسمنت. وبعد كده في المحاضرات الجايه برضو ان احنا هنشوف كل داتا هعمل لها اسسمنت ازاي، مثلا فور اكزامبل اللاب، ان انا ازاي ان انا اكون عندي سكيلز ان انا نوليدج في اللابوراتوري داتا، ان انا احكم على كل لاب تيست ازاي. يكون مثلا الابنورماليتي بتاعته، طب الانترفنشن بتاعي ايه او الانتربريتيشن بتاعتي ايه بالنسبه لللاب داتا. لازم يكون عندي نوليدج للفيزيكال اسسمنت، ان انا مثلا لو عديت على البيشنت مثلا سواء كان في الورد والاي سي يو، يكون مثلا في شيست سكريشن، فانا ممكن ان انا ريكومند انا مني لنفسي للفيزيشن ان هو يعمل مثلا فيزيوثيرابي للبيشنت ده. البيشنت مثلا لقيت عنده فور اكزامبل، ده برضه ريليتد للميديكيشن ريكونسيليشن. شوف اهميته ازاي، ان لو انا مثلا لقيت بيشنت داخل، ودي حصلت معايا انا شخصيا، دخلت على الورد في مره من زمان. لقيت البيشنت قاعد، هو كان في مستشفى كانت سبيشاليتي شيست. تمام. البيشنت كان موجود في الورد وطلع لي كيسه ادويه، قال لي دكتوره انا جاي، هو داخل يتعالج شيست، ولكن ان قال لي ايه، انا معايا ادويه تانية بس ما حدش بص عليها، وكنت رحت للدكتور باطنه وقلب قبل كده وكان كاتبها لي، وانا اصلا مش عارف الادويه بتاعت ايه. لما فتحت الكيس بتاع الادويه لقيت ان الادويه اللي كان البيشنت ماشي عليها ديت ادويه هارت فيلير. تمام. فعلى طول، طب انت عامل ايكو قبل كده؟ طب انا عملت مثلا رسم قلب موجات قبل كده من زمان، بس انا مش عارف انا ايه حالتي. على طول الريكومنديشن بتاعتي ان انا قلت للدكتور البالمونري ان احنا عايزين نجيب كونسلتيشن لدكتور كارديو للحاله ديت، علشان خاطر ان هو يعمل ايكو، وان ايه ان احنا نطمن عليه. بالصدفه تمام ابن الراجل ده او حد من الريلاتيفز اكتشفنا ان فعلا البيشنت دوت هو مريض كارديو. وانا كانت الريكومنديشن بتاعتي ان هو على طول ريفير لمستشفى يكون فيها رعايه قلب، لان البيشنت دوت مش داخل اصلا بمشكله شيست ميلي، ولكن مشكله البيشنت ديت ان هي كاردياك ميلي. شوف، من مجرد بس معلومه صغيره ان انت ما تستهونش بحقها، مجرد ان عيان فتح الكيسه بتاعته، ان انا خلاص عندي نوليدج بالميديكيشن، خلاص عرفت ان الادويه ديت هارت فيلير، ممكن العيان ده يكون ايه عيان كارديو. وريكومنديشن بسيطه من كلينيكال فارماسيست بيحاول ان هو يجتهد، عملت ريفير العيان من مستشفى الصدر الى مستشفى رعايه قلب، وعلى فكره بتساهم جدا في انقاذ حياه مريض. طيب هندخل بقى، بعد دخلنا المره اللي فاتت على الحاجه بقى التانية بقى الكلينيكال انترفنشن، ان انت جمعت الداتا وعملت اسسمنت. تمام. وشفت بقى، قعدت تبحث بقى عن ايه حاجات الصح وايه الايرورز اللي موجوده، ايه الريكومنديشن بتاعتك، انتربريتيشن بتاعك لكل حاجه اتعملت للعيان او ما اتعملتش للعيان، او المفروض ان هي تتعمل للعيان. وبعد كده خلاص نزلت بقى بالبلان بتاعتك اللي هي الكلينيكال انترفنشن. قلنا الكلينيكال انترفنشن بتتضمن ان انت بتعمل ديتكشن للميديكيشن ايرور. واتكلمنا بقى، دخلنا على الفارماسيوتيكال كير بلان، وقلنا ان هي ريسبونسابيلتيز باي حاجه ريليتد للميديكيشن،
care علشان خاطر إن أنا أوصل لأحسن outcome وإن أنا أعمل improving للquality of life of patient. الcooperate في البلان دي الpharmaceutical care plan اللي هي كل حاجة related للميديكيشن هو إيه؟ هو الpharmacist مع الother health care professionals والpatient وقلنا example. بعد كده طبعًا الpharmaceutical care plan according to الأشب أو اللي هي الأمريكان سوسايتي اوف هيلث كير فارماسيست، ودي الجايد لاينز اللي بتعرفنا الكلينيكال فارماسي براكتس وجوب ديسكريبشن اوف كلينيكال فارماسيست. دي جايد لاينز أمريكية، دي اللي احنا ماشيين تبعها. قال ان احنا مش بس ان هي بتركز على الميديكيشن اللي هي indicated or not، ولكن ان انت مش بس ان الدواء الصح للبيشنت الصح اللي ليه انديكيشن صح، ولكن ان انت لازم برضو ديسيجن في ان الميديكيشن ده يتاخد بالطريقه الصح والدوز الصح، روت اوف ادمنستريشن الصح، وان انت كمان مش بس كده، ده انت تعمل مونيتورنج للدواء اللي انت اديته، وكمان ان انت تقدم ميديكيشن ريليتد انفورميشن وكونسلنج للانديفيدوال بيشنت. عرفنا الجول اوف فارماسيوتيكال كير ان هو بيعمل كيورنج للديزيز، بيعمل اليمينيشن للسيمبتومز، وبيعمل ارستنج ليه او سلوينج للديزيز بروجريس، وبعد كده ان انا بعمل بريفنشن للديزيز والسيمبتومز. الفانكشن ايدنتيفاي للميديكيشن بروبلم، نعمل لها ريسولفنج، وبعد كده ان انا بعمل لها بريفنشن، ان انا امنع ان الميديكيشن ريليتد بروبلمز ديت ان هي تكرر تاني. ايه هي الميديكيشن ريليتد بروبلمز؟ اللي هي بتبقى اي ايفنت بيحصل في دورة حياة الدواء، الميديكيشن سيرب من الاول لغاية الاخر، ممكن تأثر على العيان وممكن ما تأثرش. تمام. طب لو ما أثرتش أنا إيه مثلا فايدتي؟ وفايدتي إن أنا عرفتها إن أنا همنعها، بحيث إن أنا أمنع تكرارها، لأن ممكن تكون في المرة الجاية إن هي تأثر، وهنشوف برضو بالإكزامبلز. وخدنا اكزامبلز للميديكيشن ريليتد بروبلمز ان هي ممكن تكون تحت كاتيجوري مثلا untreated indication, improper drug selection, سبثيرابيوتيك، وبرضه هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، بس عشان ايه ندخل في الجزء التاني. عندنا جايد لاين اسمها National Coordinating Counseling on Medication Error Reporting and Prevention اللي هي ال NCC-MERP. تمام. قسمت لي الميديكيشن ايرور according to process و according to severity. البروسيس قلناها المره اللي فاتت ان انا من اول ما بعمل بلاننج، تمام، ان انا محتاجه الدواء ده في المؤسسه اللي عندي او في المستشفى اللي عندي، عملنا بلاننج، وبعد كده عملنا سيلكشن او اشترينا الدواء او بروكيورمنت مثلا للدواء، ان احنا عملنا بورشيسنج الدواء، جبنا الدواء، عملنا له ستورج، وبعد كده البيشنت دخل، بعد كده كتب له العلاج اتنقل من مكان لمكان تاني، الميديكيشن شيت لبنات الصرف مثلا، واتراجع، وبعد كده دخل في مرحلة التحضير، بعد كده دخل في مرحلة التوزيع ان هو اتوزع يعني على البيشنت، وبعد كده مرحلة الادمنستريشن، وبعد كده ان احنا بنعمل مونيتورنج، وبعد كده البيشنت بيخرج، وبعد كده نعمل ايفالويشن. في كل بروسيس من البروسيس ديت بتاعه الدواء لو حصل فيها اي ايفنت ادى الى ايرور ممكن يأثر على المريض وممكن ما يأثرش، هو ده الميديكيشن هو ده الميديكيشن ده. وخدنا طبعا مشينا كده اللي هي الكلاسيفيكيشن according to process في البريسكرايبنج ايرور، وقلنا اثناء ان الدواء وهو بيتكتب لو كتب فيه اي حاجه غلط يبقى ده كده الايرور ده في بريسكرايبنج ايرور، سواء كان بقى ان انا ما خدناش ما عملناش ريكونسيليشن او هيستوري عن العيان، او سواء ان مثلا اتكتب دواء غلط بدوز غلط مثلا and so on. الترانسكريبشن ايرور وقلنا وهو بيتنقل من المكان اللي هو اوردرد عن طريق الفيزيشن على حسب كل مؤسسة او على حسب نظام كل مستشفى، مثلا سواء كان مانيوالي بيتنقل مثلا من الميديكيشن شيت لبنات الصرف، او سواء كان هو بيدخل على سيستم كمبيوتر واتنقل او اتملى غلط. وقلنا الفاكتورز اللي ممكن تأثر لي على حاجة زي كده. اتعرفنا على الجايد لاينز اللي هي بتبين لي الميديكال ابريفيشنز اللي هي المسموح بيها، الاختصارات الطبيه المسموح بيها او الغير مسموح بيها. وعلى فكره الجايد لاينز دي بتقدم لك حلول ان انت ازاي تو اوفركم اي ميديكيشن ايرور، او ان انت تستخدم كل الوسائل ان انت توصل للبيشنت سيفتي.
قلنا برضو فور اكزامبل ان انت ما ينفعش ان هو يتكتب 0.5 بدل من 0.5. وان مثلا ممكن لو بيشنت مثلا، لو قصدي فيزيشن، ان هو مثلا كتب مثلا دوز ممكن يكتبها بالطريقه الصح ابريفيشن 0.5، فتيجي النيرس مثلا وهي بتمليها او ان هي بتنقلها مثلا في الطلبيه، او في فيزيشن تاني بينقلها من الميديكيشن شيت لبنات الصرف مثلا نقلها 0.5، فالدكتور هو عمل اللي عليه، هو كتبها صح، ولكن اتنقلت ايه؟ اتنقلت غلط. فلو كان هو اللي كتبها 0.5 يبقى دي التايب اوف ايرور ترانسكريبشن ايرور. لكن لو هو كان كتبها 0.5 واتنقلت 0.5 يبقى ده كده، دي كده دي يعني لو كانت هو كتبها صح واتنقلت غلط دي ترانسكريبشن. لكن لو هو من الاول اصلا كتبها 0.5 يبقى الايرور في ايه؟ في البريسكرايبنج. هنلم الحاجات دي كلها برضو في الاخر. البريباريشن وديت الايرور اثناء التحضير، واتكلمنا عليها برضو. الديسبنسنج اثناء وهو بيطلعها، يعني هو طلع دواء غلط او طلع تركيز غلط او اتلخبط مثلا، شاف دوايين شبه بعض فخد ده مكان ده، واتكلمنا عليها في اللي هي اللازم ميديكيشن او اللوكالايك ساوند لايك ميديكيشن. يا اما اتخرج، يا اما اتاخر في ان هو بيطلع الدوز مثلا، يعني الدوز بتاعت العيان الساعه 10 طلعها مثلا الساعه 12. تمام، فده ممكن يعمل ايرور. يعني مثلا لو انتي هايبرتنسيف دراج مثلا واتاخر على العيان في ان هو يطلع له الدواء الضغط بتاعه، ايه اللي هو ممكن يحصل؟ ضغط العيان ممكن يرفع، خلاص، وممكن ضغط العيان ما يرفعش. شوف، بس هو ايرور، ان حصل ايرور في الديسبنسنج، مرحله الديسبنسنج، ان هو اتاخر في ميعاد الجرعه. تمام، بس ممكن تأثر على العيان، ممكن ما تأثرش على العيان. تمام، بس اوفرول ان هو بيكون ميديكيشن ايرور، ان انا بحط ايدي على المشكله، وان انا بعد كده ان انا اعمل الانترفنشن بتاعتي، او ان انا اعمل الايفالويشن، ان احنا نتكلم ونناقش الموضوع ده في ان ميعاد الجرعه لازم يطلع في الميعاد الصح للعيان. خلاص، يبقى علشان خاطر ان هو ما يأثرش على العيانين بعد كده، وان هو فعلا يحصل بقى ايرور للايه؟ ايرور للبيشنت. الادمنستريشن ايرور وهي اي خطأ في مرحله الادمنستريشن، ان هو بيشنت مثلا الدواء اتصرف، اتاخد بدل ما يتاخد للعيان مثلا احمد، النيرس اديته لمحمد مثلا، او يا اما بدل ما يتاخد اي ام اتاخد اي في، بدل ما يتاخد. واتكلمنا برضو على ان هي المفروض ان في الادمنستريشن بنلتزم بالفايف رايتس، اللي هو رايت بيشنت، رايت دراج، رايت دوز، اند رايت روت اوف ادمنستريشن، اند رايت تايم. اتكلمنا برضو على الواي اكسس او الوايت سايت، واي سايت اوف انفيوشنز، وده كده بيبقى ممكن تشوفه كتير في الرعايات. تمام، ولكن ده ان انا ممكن لازم ان انا اتاكد بدل هو محطوط له مثلا دوايين، لازم ان انا اتاكد ان هما الدوايين دول يكونوا incompatible ايه؟ incompatible مع بعض. اتكلمنا برضو على الاكسترا بوزيشن، ممكن ان انا ما ينفعش ان انا ادي مثلا الالبيومين بريفرال، ما ينفعش ان انا ادي مثلا بوتاسيوم بالهاي دوز مثلا، او ان هو يكون من غير ما يحصل له دايليوشن بريفرال. ممكن مثلا نيرس تكون مثلا ركبت الكانيولا غلط وخد مثلا ميديكيشن مثلا، فحصل اكسترا بوزيشن ان هو طلع بره الفين. ما ينفعش مثلا هايبرتونيك سوليوشن ان انا اديه بريفرال، لا، لازم ان هو يتاخد فيه ايه؟ سنتر لاين. اخر حاجه في او قبل الاخيره برضو المونيتورنج، واتكلمنا برضو على البروسيس ديت بالتفصيل، ان انا مش قادره اعمل مونيتورنج للميديكيشن، ممكن يكون الكيتسات ناقصه، او ممكن يكون العيان خرج خلاص. تمام، فيحصل لي مثلا ايرور، يحصل لي ري ادميشن تاني بسبب ان هو ما عملناش مونيتورنج للدراج. تمام، ممكن يكون incorrect interpretation لللابوراتوري داتا. وقلنا برضو ان مثلا زي اللاب مثلا، المزرعه اتركنت، او ان هي اخدها مثلا اللاب وركنها، او العينه اتسحبت بطريقه غلط مثلا. تمام، فده كلها بتحصل ايه؟ incorrect interpretation، العينه اتسحبت غلط فاللاب ريزلت هتطلع غلط. incorrect transcription of laboratory test value، واتكلمنا برضو فور اكزامبل اللي حصل معايا انا برضو، ان ايه؟ ان اترفع لنا مرة نتيجة لاب سيروم كريات ان هي 3 بدل 3/10، والعيان كان زي الفل، كان الكريات بتاعه امبارح 3/10، سيروم كريات كان 3/10. ازاي ان هو يبقى 3 فجأة كده، وان العيان عادي ما فيش اي ساين سيمتومز خالص، ان هو يكون دخل في اي كي اي.
incorrect timing of monitoring قلنا برضو for example ان انا لازم ان انا مثلا لو كان الاي ان ار بالنسبه للبيشنت اللي بياخد المفروض ان انا اعمل مونيتورنج مثلا في اول مره بعد 3 ايام او 5 ايام، لا أنا مثلا عمل البيشنت عمل مونيتورنج بعدها باسبوعين، فده طبعا لا، انا لازم ان انا اعمل مونيتورنج في وقت معين. incorrect time concentration واتكلمنا عليها في التراف ليفل بالنسبه للادويه اللي هي بتاعت نارو ثيرابيوتيك اندكس زي الفينايتوين وزي مثلا الدباكين، ان انا لما اخد تراف يبقى انا لازم ان انا اخد قبل الجرعه التانية على طول. يعني اللي هو بياخد مثلا 10 الصبح و10 بالليل، يبقى انا لازم اخد مثلا لازم اخد الساعة 9 ايه 9 ونص مثلا. لكن لو هو خدت الجرعة ان هو سيرم كونسنتريشن الساعة مثلا 12 الظهر او الساعة 1 او بعد الجرعة التانية، يبقى ده كده ايه incorrect timing، فبالتالي ان هو هيطلع لك incorrect result. خلاص. اخر حاجه كان البيشنت كومبلاينس، ان البيشنت مش قادر ان هو يعمل جود ادهيرنس للميديكيشن، وده طبعا من وظيفتي. طب هو نوت كومبلاينت ليه ما خدتش الدواء بتاعك ليه؟ مثلا يجي يقول لك اصل الدكتور كاتب لي حقن وانا عايش لوحدي. طب ما خدتش الفوار بتاعك ليه؟ اصل الدكتور كاتب لي الفوار وانا اصلا كده كده يحصل لي نوزيا او فوميتنج من الفوار، ما بقدرش ان انا اخده. ما خدتش الدواء بتاعك ليه؟ اصل انا شغلي طول اليوم بره والدكتور كاتب لي 4 مرات في اليوم. خلاص. فانت ده تايب اوف ايه؟ تايب اوف ايرور، بيشنت كومبلاينس ايرور. دورك ايه؟ ان انت لازم بتلاقي حلول لكل حاجه. مثلا فور اكزامبل العيان اللي بيطلع بره مثلا طول اليوم بره، هتديله مثلا دراج بيتاخد وانس ديلي دوز. خلاص. يبقى انت كده علشان خاطر ان انت تزود الكومبلاينس والادهيرنس للايه للدراج. لو البيشنت قاعد لوحده مثلا هتديله تابلت، مش هتديله حقن، مش هيعرف يديها لنفسه. لو بيشنت مثلا نوزيا او فوميتنج من الادويه السيرب، هتديله تابلت انسو. في كل مرحله او في كل تايب من الايرور او يعني لما تيجي تعمل ديتكشن لازم ان انت تدي حلول، يكون عندك حلول لكل حاجه. وهنقول برضو ايه الحلول. التقسيمة التانية بتاعة ال NCC ميرب بقى اللي احنا ندخل فيها في محاضرة النهاردة إن شاء الله according to severity. احنا كده خلاص خلصنا according to البروسيس نفسها. ادي كده شوفنا الايرور ايه، هندخل بقى على according to severity. طيب وفيتي بقى، بس ركزوا كويس جدا جدا في الكام سلايد الجايين دول. خلاص عشان بس ايه نخلص على طول. اولا ممكن يحصل مثلا يقولك تصنيف الايرور اللي انت عملته ده ديتكشن، وبرضه هنلمها برضه في الاخر. according to severity ديت يعني ايه؟ قسمها ليه كاتيجوريز. كاتيجوري ايه؟ كاتيجوري بي، كاتيجوري سي، كاتيجوري دي، اي اف جي اتش اي. نمسك واحد واحد. كاتيجوري ايه؟ ان potential error او circumstances او events that have the potential to cause incidents. بمعنى ايه؟ ان هو no error اصلا، يعني ما حصلش اي ايرور اصلا. تمام. بس من المتوقع ان الايرور ده لو كان حصل تمام كان هيأثر على عيانين تانيين. فور اكزامبل يعني مثلا بيشنت كان مكتوب له فورتم. الفورتم ده اللي هو السيفتازيدين انتي بايوتكس، ماشي، دي كيفالوسبورين. طيب الفورتم ده اللي هو التريد نيم بتاعه اتصرف من الصيدليه عادي، اتصرف فورتم عادي اللي هو السيفتازيدين. بس كان هو ما حصلش ايرور اهو، ما حصلش اي يعني ما حصلش اي هرم، هو اتصرف عادي والامور مشيت. بس كان من المتوقع ان الفورتم ده يجي صيدلي ما يعرفش ان الفورتم هو السيفتازيدين، فيكتب ان الدواء دوت مش موجود وما يتصرفش للعيان. شوف، يعني هو ما حصلش، ولكن كان ممكن ان هو يحصل ويأثر على العيان. طب الحل بتاعه ايه؟ ان احنا نشوف ان احنا نكتب الدواء بالاسم العلمي بتاعه بالساينتفك نيم، ان احنا ما نكتبش بالتريد نيم. خلاص. يبقى كاتيجوري ايه؟ ان الكاتيجوري ايه؟ ان هو ما حصلش اصلا، بس من المتوقع ان هو لو كان حصل تمام ان هو كان ممكن ان هو يعمل ايفنت او يأثر على العيان. تمام. طيب كاتيجوري بي ايرور اوكير، هو خلاص حصل but error didn't reach the patient. يعني ايه؟ يعني وانا مثلا في الراوند جنب واحنا بنمر على العيانين، فالدكتور كتب دواء غلط، فانا قلت له يا دكتور لا الدواء ده احنا مش عايزينه، ده كده not indicated او ده contra indicated او ده inappropriate مثلا. تمام. فراح جاي مصلحه على طول. هو ده كده وصل للعيان؟ ما وصلش للعيان. يبقى هو ايرور حصل بالفعل،
إن الدكتور كتب دوا مش مناسب، كتب دوا contraindicated، كتب دوز غلط أصلًا، بس ما وصلش للعيان، يبقى ده category B. طيب اللي بعده category C. error occurred، هو برضه الerror حصل وreached الpatient، خلاص وصل للعيان but didn't cause patient harm. يعني الerror حصل ووصل للعيان بس ما حصلوش harm. for example، يعني مثلا عيان post operative طلع من العمليات، خد برفلجان مثلا انالجيسك، خد اي في وطلع من الاي سي يو مثلا للورد على برضه على برفلجان اي في، خلاص هو كده وصل للعيان اهو، تمام. فضل بقى ماشي على البرفلجان اي في دوت مثلا فتره طويله، مع ان هو ما عندوش بين، يبقى ده كده بياخد دواء بدون داعي، يعني ده كده ميديكيشن وزاوت انديكيشن. هو خلاص البين خلاص راح وعملنا كنترولينج للبين خلاص، ولكن هو لسه مستمر على البرفلجان، يبقى ده كده وصل للعيان بس ما اثرش على العيان ما تاثرش باي اي ضرر من الدواء، ولكن هو ايرور، خلاص. طب هو الايرور؟ طبعا يعني مثلا ايرور لما هو مثلا ما اثرش على العيان بس والله اثر لي على حاجه تانية اللي هو الكوست، خلاص يبقى انا كده عليت الكوست، او ان انا سواء كان حتى كمان لو البيشنت دوت داخل مجاني بس انا زودت الكوست على على المؤسسه بتاعتي. طيب او لو هو داخل مثلا خاص يبقى انا زودت كوست على على البيشنت نفسه. برضو نفس الاكزامبل بتاع البرفلجان، يعني البيشنت مثلا طالع من الاي سي يو على برفلجان اي في، خلاص وطلع الورد خلاص بقى البيشنت بياكل وبيشرب عادي ولسه برضو مستمر على البرفلجان اي في وهو لسه في بين، خلاص ده اكزامبل تاني. طيب الايرور هنا؟ ان انا ما عملتش شيفتنج من الاي في للاورال، هو خلاص العيان بقى بياخد اورال والابزوربشن بتاعه خلاص تمام، فممكن ان هو ياخد اورال من غير الاي في، تمام، وانا ما شفتش من من اي في الاورال. طيب اللي هو اتضرر من حاجه زي كده؟ لا، ما كانش فيه اي هارم، ولكن ان برضو بيكون هاي كوست، الكوست بتاع الاي في بيكون اعلى من الكوست بتاع بتاع الاورال. الاكزامبل برضو زي مثلا الكونترلوك البايو افيلابيلتي بتاعته 100%، يعني لو خد مثلا اورال يبقى هيوصل الدواء ده للدم بنسبة 100% أكنه خد الاي في. طيب يبقى أنا مثلا شوف فايل الكونترلوك الواحد سعره قد إيه وقرص الكونترلوك الواحد بس سعره قد إيه، خلاص. يبقى أنا كده الكاتيجوري سي هو الايرور حصل ووصل للعيان بس ما حصلش أي هارم للبيشنت. طيب كاتيجوري دي الايرور حصل برضو ووصل للعيان but required monitoring to confirm that it resulted in no harm to the patient and or required intervention. بمعنى هو الايرور حصل ووصل للعيان بس انا مش عارف هو عمل هارم للبيشنت ولا لا، فانا لازم اعمل مونيتورنج علشان اتاكد هو عمل ولا لا. فور اكزامبل مثلا زي البيشنت مثلا هو بياخد كليكزات انتي كواجوليشن والسيروم كريات بتاعه عالي، يعني الكدني فانكشن بتاعته اتأثرت شوية. المفروض ان انا كليكزان هو بياخد مثلا بدوز 40 كل 12، او مثلا ده 40 كل 24 مثلا، او بياخد 80 كل 12 سيرابيوتيك. كون ان هو سيروم كريات بتاعه اعلى ويبقى الكريات كليرنس اقل من 30، المفروض ان انا اعمل دوز ادجستمنت. طيب حصل ايرور ان ما عملتش مثلا دوز ادجستمنت، ما تعملوش دوز ادجستمنت والعيان بقى بياخد كده جرعه عاليه ان ادجستد دوز، خلاص يبقى هو المفروض ياخد اصلا 80 كل 24، هو بياخد 80 كل 12 عشان ما تعملوش ادجستمنت مثلا للدوز. فانا هاجي اقول البيشنت ده خد انتي كواجيليشن بدوز كده عاليه ان ادجستد دوز، ممكن ان العيان ده يحصل له ممكن يحصل له بليدنج، تمام، بس انا مش شايفه البليدنج، يعني ما فيش اي بليدنج ظاهر على العيان خارجيا، ولكن ان انا هعمل مونيتورنج العيان مثلا علشان خاطر ان انا اشوف هو حصل له هارم ولا لا، طب انا هتدخل ولا لا، خلاص. برضو زي مثلا لو بيشنت مثلا على ماريفان والاي ان ار بتاعه رفع اكتر من الثيرابيوتيك رينج، احنا عارفين ان الماريفان لما بيجي يتاخد لازم يكون يوصل للثيرابيوتيك رينج مثلا من 2 ل 3. طب لقيت العيان مثلا وصل ليه 4 أو 4.5، بس هو مش ظاهر عليه أي بليدنج، بس ممكن يكون في بليدنج داخلي، يعني مثلا ممكن انترا ابدومينال بليدنج بس انا مش شايفاه، فممكن يكون بليدنج حصل له داخلين ولسه ما ظهرش. فانا في الايرور ده، تمام، هو خد كده دوز عاليه
وحصل ايرور اهو ان انا ما عملتوش مثلا دوز ادجستمنت او مونيتورنج كويس ووصل للعيان، بس هو لسه ما عملش هارم وانا مش شايفاه، فانا لازم ان انا اعمل مونيتورنج علشان ان انا اكونفيرم ان هو حصل هارم ولا لا. طيب كاتيجوري اي، الايرور حصل ووصل للعيان، تمام، وريزلت ان temporary harm، عمل له harm بس ايه مؤقت، خلاص. to the patient and required intervention، بمعنى ايه؟ مثلا العيان عفوا، فور اكزامبل مثلا البيشنت مثلا دايابيتك، خلاص، ما خدش الانتي دايابيتك دراج بتاعه او الاورال هايبوجلايسيميك مثلا، ما خدش دواء السكر بتاعه. كون ان هو ما خدش يبقى معنى كده ان انا عندي انديكيشن وزاويه ميديكيشن. الانديكيشن ايه هو؟ الدايابيتس، صح؟ طيب الميديكيشن ايه هو؟ الاورال هايبوجلايسيميك او الانسولين بتاعه. يبقى ده كده ايه التايب اوف ايرور. وصل للعيان ولا لا؟ اه وصل للعيان. طب اثر عليه ولا لا؟ لقيت الراندم بتاع العيان عالي، يبقى ده كده اثر عليه ولا لا؟ يبقى الايرور حصل ووصل للبيشنت وعمل temporary harm ان هو الراندم بتاعه عالي، خلاص، بس ده temporary، ما هو الراندم عالي فانا هعمل له كنترول هنزله تاني، لكن مش الراندم عالي ان هو عالي وان انا مش هنزله تاني، لا temporary harm. and required intervention، ايه هو الانترفنشن بتاعي؟ ان انا هحط له دواء السكر بتاعه، خلاص. يبقى ده كده ايه مصنف في كاتيجوري اي. طيب كاتيجوري اف بقى زي كاتيجوري بي زي كاتيجوري اي، ولكن هو الايرور حصل ووصل للعيان، result in temporary harm برضو، تمام، ولكن required initial or prolonged hospitalization. بمعنى ايه؟ العيان دايابيتك، خلاص، وما خدش دواء السكر بتاعه والراندم بتاعه عالي، بس وصل ليه دي كي ايه اللي هو diabetic ketoacidosis. diabetic ketoacidosis بتبقى عبارة عن patient بيكون critically illness ولازم ICU admission. يبقى الانترفنشن ان هو لازم ان هو عبارة عن ايه؟ hospitalization، ان هو قاعد في المستشفى كمان، بدل ما كان العيان ده مثلا عمل عملية وهيخرج، او داخل مثلا بنمونيا، داخل بحاجة وخلاص اتعالج وهيخرج، إذ فجأة الراندم بتاعه رفع، تمام، وبعد كده دخله بقى في diabetic ketoacidosis فقعد معانا كمان مدة تانية. يبقى ده كده كاتيجوري اف. طيب كاتيجوري جي بقى، الايرور حصل ووصل للعيان ولكن عمل permanent patient harm. نشوف ده كله كده temporary harm ولكن ده permanent، ايه permanent patient harm؟ يعني ايه؟ يعني مثلا العيان، وكل الكيسز دي برضو احنا ايه هنشوفها بعد كده. العيان مثلا AF atrial fibrillation، عرفنا ان الانسان البيشنت اللي بيكون عنده atrial fibrillation بنعمل له سكورنج كده، والمفروض ان هو بيمشي على anti coagulation. ليه؟ علشان خاطر ان احنا نمنع ان البيشنت ده يدخل في ستروك. بمعنى ان طبعا الاتريال فابريليشن دوت ان القلب بيحصل له رفرفه، بيرعش كده، فبيحصل ستيزس للبلد جوه القلب. فمع الرعشه او الانكنترولد ريت بتاع الهارت ريت بتاع القلب نفسه، فممكن الاستيزس بتاع الدم وهو راكد كده يكون لي جلطه، فالجلطه دي تتحرك وتروح داخله على طول على المخ، يحصل ستروك، تمام. طيب لو كان بقى مثلا البيشنت ده داخل لي وهو اي اف ومحدش يعرف ان هو اي اف، على فكره دي بتحصل كتير جدا، ان العيان اصلا هو بيكون ماشي مثلا على ماريفان مثلا، على انتي كواجليشن، ويدخل مثلا بكونديشن تانية خالص، تمام، ويتنسى بقى ان العيان ده اصلا كان اي اف وماشي على ريت كنترول وماشي على انتي كواجليشن، خلاص، وما ياخدش بقى الانتي كواجليشن بتاعه يدخل فيه ستروك اللي هي جلطه في المخ، فممكن تسيب له ريزيدوال، خلاص، ان هو ممكن مثلا نص الجسم مثلا، خلاص، ان هو يتاثر، ان هو يحصل له مثلا شلل نصفي مثلا، او ان هو يبقى بالبر مثلا، هو بيبقى على طول لسانه كده ايه تقيل. يبقى ده كده فيه ايرور حصل، وصل للمريض ما خدش الانتي كواجلانت بتاعه، فوصله ان هو جاله بيرمننت هارم، خلاص. طيب كاتيجوري اتش بقى، الايرور حصل required intervention necessary to sustain the life. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ايرور حصل وصل للعيان
وصّله لمرحلة إن أنا لازم إن أنا أتدخّل عشان أنقذ حياته، مش مجرّد إن أنا أتدخّل بس عشان خاطر إن أنا أعالج الevent اللي حصل ده، ولكن علشان خاطر إن أنا أنقذ حياته. for example مثلًا العيان اللي كان مثلًا طالع من العملية المفروض إن هو ياخد DVT prophylaxis deep vein thrombosis prophylaxis علشان ما تجيلوش مثلًا جلطة في رجله علشان خاطر إن هو bedridden أو عنده risk factor and so on. ما خدش الanticoagulation ودي على فكرة بتحصل كتير، كتير في المستشفيات، ما خدش الanticoagulation بتاعه، فالعيان دوّة دخل في DVT، الDVT على طول المسار بتاعها إن هي بتدخل في الpulmonary على الlung وتعمل لي pulmonary embolism. pulmonary embolism ديّة very severe critical condition لو ما اتلحقش العيان في ساعتها على طول بيداي، فكده العيان مثلًا في الward ما خدش الDVT prophylaxis بتاعته، على طول لقيناه مثلًا SOB shortness of breath مش قادر يتنفّس، العيان بيزرق، تحس كده إن هو بيطلّع في الروح، على طول ضربوا عليه الRRT، جه فريق الRRT نزّلوا الرعاية على طول لو العيان ده ما اتلحقش heparin infusion وخد بقى الأكسجين العيان ده على طول to be done. حالات الBE اللي بتحصل suddenly بعد العمليات نتيجة إن العيان بيتأخّر في إن هو ياخد الDVT prophylaxis أنا شُفتها بعيني في عيانين 2 ما يتلحقوش مثلًا وعيان يتلحق، يبقى العيان اللي زي ده الerror حصل ووصل له ولكن هو محتاج intervention علشان خاطر إن إحنا ننقذ حياته. category I خلاص بقى، كده الerror حصل والعيان دوّة مثلًا دخل في pulmonary embolism بس أنا ما لحقتوش بقى الintervention خلاص أنا ما لحقتوش، ده العيان مسافة ما نزل الرعاية تمام، هو خلاص خلاص done يبقى category I ديّة إن هو الerror أدّى إلى وفاة المريض.